السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، صباح الخير، أي وقت بتتفرجوا عليا فيه وبتسمعوني، يا رب يجعل أيامكم كلها وحياتكم كلها خير. إيه يا باشمهندس، إيه يا دكتور، إيه يا أدمن، إيه أي حاجة عندكش كده مشروب بقى كده نزود الحرق بقى ونحط ده على ده على ده بقى عشان نسيح الدهون بقى وإيه بقى؟ يلا أيوه عندي. ايه يا باشمهندس يا دكتور حضرتك؟ طيب انا عايز حاجه تفجرني بقى كده من الاخر بقى، وعايز اكل بقى واعيش حياتي، وانا عايز حاجه تفجرني. حضرتك اشرب ميه. ايه يا عم ميه ايه بس؟ الجو بقى يعني انت في الشتاء وعايز نشرب ميه وافضل داخل الحمام وطالع من الحمام وبزهق وبعدين انا بنسى. طب استنى بس بالراحه عليا. يعني انت كان عندك استعداد او كان عندك استعداد اقول لك على مليون خلطه وتجيبي ده وتحطي ده على ده على ده على ده ونقعد نشرب، ولما اقول لك ولا اقول لك على مشروب مجاني رباني بينشط الحرق وهيخسسنا نقول عليه صعب؟ الميه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربنا هو اللي قال كده، ربنا هو اللي قال لنا كده. اشربوا ميه، اشربوا ميه. عاوزه تخسي اشربي ميه، عاوزه وشك يبقى منور اشربي ميه، عاوزه تخسي. انا خسيت 45 كيلو ومع ذلك وشي ما تاثرش بالدايت. انتوا شايفينه اهو قدامكم، انا خسيت 45 كيلو، لا عملت عمليات ولا خدت ادويه ولا خدت اعشاب ولا خدت اي حاجه خالص. انا من الناس اللي كان وزنها فوق ال100، انا كان وزني 125. الان انا مع اني انا زدت، انا كنت نزلت اكتر من ال80، انا دلوقتي 82 80. بصراحه انا ما ببصش، مش ببص للميزان، تمام. ومع ذلك وشي ما تاثرش. يلي بتقولوا الدايت دمر وشنا، انا وشي خس، انا وشي اتاثر، انا وشي. اشربي ميه، اشربي ميه. ايه يعني لما نخش الحمام كل شويه؟ ايه المشكله؟ انا مش شايفه فيها مشكله خالص. يعني لو انت خارجه او وراكي مشوار نقل شويه عشان ايه موضوع الحمام واحنا بره وكده، ولكن احنا قاعدين في البيت خلي الازازه قدامك وافضلي اشربي ميه. كل ما هتشربي كل ما هتخسي، وكل جسمك ما هيحرق، وكل ما هيبقى وشك منور، وكل شعرك ما هو مش هيقع، وتبقي منوره وجميله كده وزي الفل ان شاء الله، ونخس بصحه ورشاقه. تمام. هتوعدوني ان شاء الله نشرب ميه من 2 ل 3 لتر مياه في اليوم، ونظبط الدنيا كده وهنخس وهنبقى زي الفل. ويا رب اكون افدتكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيناش في اللايك والشير واشتراك القناه بتاعتنا هتخس مع هبه الله. كان معكم ادمان هبه الله من جروب لو نفسك تخسي للبنات فقط، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.